أنا لست إنسانا كاملا، ولا يجب علي أن أكون كذلك. دي مقولة استوقفتني في كتاب اسمه ابقى قويا، ولقيت نفسي بكررها كتير وكأني بتكلم مع نفسي. ويمكن اللي خلاني وقفت وركزت أكتر مع المقولة دي إني حسيت براحة كبيرة قوي لما بدأت أدرك ده. وأعتقد إنه ممكن يفرق مع ناس كتير، خصوصا اللي عندهم نزعة للكمالية. الإدراك ده وصلني إني أمشي في حياتي بس بطريقة مختلفة عن اللي كنت بعملها زمان، وهي إني أكون شخص بيسعى للمحاولة بدلا من إنه بيسعى للكمالية. والحقيقة كمان إن تقبلك واستيعابك للفكرة دي هيخليك عارف إنك لما تلاقي نفسك قاعد عمال تهد في نفسك بنفسك وبإيدك وتقول لها إنها مليانة عيوب وتعدد عيوبك، هتلاقي في صوت جواك بيقولك بس فيا مميزات أكتر، وإن الإنسان جبل على النقص، وإن الكمال لله وحده، وإن النقص ده سمة البشر. حط الجملة دي قدام عينك دايما وإنت ماشي في طريقك، هتلاقي بقى عندك تقبل لعيوبك قبل مميزاتك، وبقى عندك تقبل إنك تتعلم من أخطائك، لأنه خلاص الضغط اللي انت كنت حاطط نفسك فيه والحمل اللي كنت مشيله لنفسك على ظهرك اختفى، أو على الأقل بيقل. نقطة أخيرة حابة أكد عليها، وهي إني لما بقولك تقبل عيوبك مش معناها أبدا إنك ما تحاولش تصلحها. يعني مثلا ما تقولش أنا خلاص أنا عارف إن أنا عنيد أو عصبي أو كسلان أو ده عيبي وده نصيبي ونقف عند كده نهائيا. أيوة في حاجات بيكون صعب تغييرها، بس مش مستحيل. استعن بالله، واعرف دايما إن ربنا قدرته بتفوق قدرتنا، وقادر على كل شيء لو انت فعلا عايز تتغير. ومش مهم قوي رحلة التغيير اللي انت بديتها دي هتاخد منك قد ايه، المهم انك ما تقفش، ما تستصغرش اي خطوة بتعملها علشان تتحسن وتتقدم. في ناس عندها القدرة على التغيير بصورة سريعة وفي ناس لأ، مش هتفرق كتير، المهم